سمعانين بحيلة العاجز. حيلة العاجز هون موجودة في هذا المخيم، يلي مخيم جبل كله، وهو يعني نموذج عن عشرات المخيمات يلي نحن صرنا عبواب الشتوي. وباب الشتوي مثل هالباب هاد مكشوف كله للوجع والأسى والقهر. هاي الخيمة كيف بدهم يعيشوا فيها، كيف بدهم يحسنوا. يعني هاي أحد العوائل هون عم يحاولوا يخيطوا الخيمة يرقعوها. ما بعرف شلون بدها تزبط معاهم، شلون بدهم يحسنوا يزبطوها، شلون بدهم يحسنوا يشتغلوها، شلون بدها تصير معاهم، يعني ماني عرفان. يعطيك العافية يا خالتي. شلون عم تشتغلوا هالخيمة هاي؟ والله عم نخيطها مشان نشتي تحتها. بدك تشتي تحتها؟ ايه. طيب هاي راح ترد المطر؟ ما بترد المطر، بس ايش بدنا نساوي؟ هلا من كم يوم نزلت مطر، صح؟ اي والله صح. ان شاء الله ما نزل على خيمتكم. لا والله نزل، شو ما نزل. نزلت مطر كلها على الخيمة. نزلت مطر، اي والله. هالأولاد هودي كلياتهم راح يغرقوا بمية المطر. وجود هاي الخيمة وعدمها واحد. عم يحاولوا يواسوا بعضهم تراها انه والله عم نخيطها ومنرقعها، بس والله عذاب على الفاضي، لانه ما راح ترد ابدا ابدا. هاي الخيم كلها صار لها 4 سنين ما تغيرت. راح نرجع نجي لهون بعد ما تنزل المطر وتطوف الخيم على الناس ونصورها وننقل الوجع والأسى وهيك. ساعتها أنا متأكد كتير راح يتفاعلوا وراح يتعاطفوا مع حالة هذا المخيم، ومنظمات كتير راح تسأل وتقول وين هذا المخيم مكانه لحتى نطلع نلبيه ونبدل له خيمه تحت المطر وتحت الغرق، بعد الناس ما تنزل وتتضايق وتنقهر والولاد يعيشوا البرد. هاي حال كل المخيمات وهذا أساها. لحد الآن في فرصة لأنه نحن نتدارك هذا الوضع ونبدل خيم هاي الناس. هذا المخيم مثلا 400 خيمة، 400 عائلة، وأيضا غيره في كتير خيام نفس الأمر. فهالله الله بمساعدة الناس قبل ما تدخل الشتوي ويتكرر نفس النموذج ونفس الترتيب. أحمد رحال من مخيم جبل كلي شمال إدلب.